مساء الخير او صباح الخير، على حسب ما بتشوفوني. ممكن الناس تشوف الفيديو تقولك ايه ده كوكتيل هو محتاج ان هي تعمله، او الطعم اللي محطوط فيه اهم من الحاجة اللي متقطعة. ما كلنا بنقطع فاكهة وعادي خالص، بس اللي انتي بتشوفيه عند بتاع العصير او في الكافيهات الطعم الابيض ده بتبقى عايزة تعرفي هو ايه. يلا بينا بقى، تعالي معايا وهنشوف هو ايه. انا جبت معايا هنا الفاكهة بتاعتي، المانجا كنت حطاها في الفريزر، هبدأ بقى ان انا اقشرها. ومعايا موز وفراولة، شوف انت الفاكهة اللي انت عايزة تحطيها. والابيض اللي كان مطلعاه في الكيس ده كيس كريم جانتيه كنت ضرباه وحطاه في الفريزر. لو انت بقى جايباه لسه بودر وهتعمليه مفيش مشكلة، عادي خالص. هنقطع الفاكهة بتاعتنا ونرجع نشوف بقى الطعم اللي بيبقى فيه اتعمل ازاي. قطعنا المانجا بتاعتنا واتقطعت بكل سهولة عشان كانت متلجة. وقطعت الفراولة والموز، لو عندك فاكهة تانية عايزة تعمليها مفيش مشكلة. اخدت حبة من المانجا وعملتهم بوريه، ممكن تعمليها في الخلاط، مش شرط يعني يكون هاند بلندر، وممكن تهرسيها بالمعلقة هتتعامل معاكي على طول. اخدت بقى الكريم جانتيه اللي انا كنت شايلاه في الفريزر، ضربته مع معلقتين بتاع دي صوبيا باودر. ماشي، تجيبيها من عند العطار، هاتي ب5 جنيه. اضربيها مع كريم جانتيه في الخلاط وخليها يبقى سمكها تقيل، تبقى عاملة زي العصير التقيل كده، مع لبن طبعا وسكر. وابدأي بقى حطي الفاكهة بتاعتك بأي شكل بقى انت عايزاه، مش مشكلة يعني. يعني اعملي شكل وردة، ظبطيها انت بقى في المج او في الكوباية بتاعتك اللي هتشربي فيها. تمام. وصبي حبة من العصير اللي انت عملتيه كريم جانتيه على معلقتين الصوبيا المليانين، على اللبن، على السكر. وابدأي بقى رصي تاني برضو، يعني براحتك بقى. يعني الرص والحاجات دي براحتك. اهم حاجة ان انت كل ما تحطي حبة، يعني كوبي بقى كده حبة العصير اللي انت عاملاه. عايزه اقول لكم بقى العصير ده اللي هي الكريم جانتيه مع معلقتين الصوبيا واللبن والسكر، والله العظيم عاطيه طعم فظيع، بجد حلو قوي. انا كنت ببقى عايزه اما بروح عند بتاع العصير عايزه اعرف ايه الابيض ده، فقلت له انتوا الابيض ده زبادي ولا ايس كريم ولا ايه؟ راح الولد ضحك كده وراح قال لي ليه عايز تعرفي ليه؟ قلت له لا، انا عايزه اعرف ده ايه الابيض ده اللي بيبقى موجود. راح قايل لي بقى، قال لي ده كريم جانتيه مضروب مع معلقتين صوبيا، على حسب الكميه طبعا انت بتعمليها. قال لي انت في الكميه في البيت هتجيبي مثلا تمن كريم جانتيه، وهتحطي عليه معلقتين صوبيا كبار مليانين وسكر ولبن، واضربيهم واعملي بيهم كميه كبيره جدا من الفروت سلطات ده. حلوة جدا، او كوكتيل زي ما بيسموه. الكوباية دي في عند بتاع العصير والله العظيم ب15 جنيه، وفي كمان اللي هي الأكبر ب20. اعمليها في البيت، طعمه بجد تحفة تحفة. حلوة قوي 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 مع الفاكهة بقى وهي متقطعة كده. أنا قلت بقى أفيدكوا وأوريكوا بقى الكوكتيل ده تعملوه. اعملوه بقى لولادكم، اعملوه لضيوف جايلكوا. حلو قوي قوي. رصي بقى بالاشكال اللي انت عايزاها، وحطي بقى الفاكهه على حسب ما انت عايزه. يعني انا في الاولاني حطيت فراوله وموز تحت، هنا ممكن حطيت المانجا، براحتك بقى. وممكن تكبي بقى 2 ميكس، يعني ممكن تعملي مثلا عصير تاني وتحطي بقى العصير اللي هو كريم جانتيه بالصوبيا، وتحطي معاه مثلا عصير تاني. اهم حاجة قال لي العصاير اللي هتحطيها تكون تقيلة ما تكونش خفيفة، علشان ما تبوظش شكل الكوباية. حلو جدا، جربوه، وسهل كمان وسريع، وبيشرف قوي لما يجيلك حد. اشوفكم على خير بقى في فيديو جديد، والف هنا وشفا على اللي كلوه وعلى اللي هيعملوه، وبجد طعمه حلو. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.